ولا تجدهم يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم. أبدأ أولا وأقول كلامي. أين قال المسيحيون في كتبهم بأن الله تزوج من مريم وأنجب المسيح ولم تكن له صاحبة؟ أين قال المسيحيون في كتبهم بأن مريم هي إلهة تزوجها الله وأنجب المسيح؟ ده سؤالي رقم 1 للأستاذ أبو علي. أنا بحترمه لسه وبقول له أستاذ رغم أي شيء. تاني شيء بطرح السؤال رقم 2. تعرف لي كيف كان الله يتكلم مع آدم؟ كيف كان الله يتكلم مع موسى؟ هل كان هناك جبريل وجبرائيل وواسطة؟ أو أن محمد الوحيد الذي كان عنده واسطة اللي هي جبريل بينه وبين الله؟ هل المسيح كان له واسطة أو جبريل أتاه عشان يعطيه الإنجيل؟ السؤال رقم 3. يقول القرآن بأن الإنسان خلق من نطفة، ويقول القرآن بأن الإنسان خلق أو آدم خلق من تراب. إذن الإنسان بصيغته مخلوق يا إما من نطفة يا إما مخلوق من تراب. هل المسيح مخلوق من تراب؟ ثم أقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هل يمكن لله أن يكلم البشر من وراء حجاب كما تقول السورة في الشورى 51 اللي بيقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ وتشرح لي النص اللي بيقول فلما جاءها نودي أن بورك من في النار. سجل النقط كويس، أن بورك من في النار ومن حولها فسبحان الله رب العالمين. من الذي كان في النار؟ هتجاوبني كمان على السؤال الذي يقول بصريح العبارة هل الروح مخلوقة؟ يقول القرآن إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في سورة الأعراف 54. ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. هل الأمر أمر الله مخلوق؟ ويقول في سورة أخرى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ويقول في آية أخرى الروح من أمر ربي. فعايزك تقول لي الأمر اللي هو هنا هل أمر الله مخلوق كما جاء في الصورة اللي بتقول الروح من أمر ربي؟ تعرف لنا الروح بالنسبة للناس اللي هم موجودين هنا على الشاشة. ثم بعد ذلك يقول القرآن ذلكم الله لا إله إلا هو خالق كل شيء. وده بيقولوا في القرآن. وبيقول كذلك إن ربك هو الخلاق العليم. وبيقول كذلك إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم يقول عن المسيح وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. طبعا بإذن الله كما يقول في سورة أخرى إنه يرسل الملائكة بإذنه، فبإذن الله هي صيغة عادية يستخدمها القرآن للتعبير عن ذلك. فيا ريت تقول لنا هل المسيح أمره أو أعطاه الله معجزة الخلق أم أنه شريك مع الله في الخلق؟ فما عندكش هروب لحتة تانية. يا تقول لي بأن المسيح خالق مع الله يبقى كده أنت تشرك بالله وبتأكد بأن القرآن يؤكد بأن المسيح خالق، أو تأكد لي بأن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. ثم عايزك تقول لي لماذا اصطفى الله مريم؟ بيقول القرآن في صريح العبارة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. لماذا اصطفى الله مريم؟ 1. ومن ماذا طهرها ولماذا طهرها؟ حلو. ثم حابب منك إنك تديني نص واحد من الكتاب المقدس بيقول
أو عفوا من القرآن نص واحد. خلص وقتك، خلص وقتك، شت داون، خلص وقتك. يا الله، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الرجل المسيحي الظاهر مضطرب لأن يحاول يسأل، بس يسأل لا هل تقطعني يا أستاذ لو لا سمحت. عيد الوقت، لا تقاطع، لا تقاطع، لا تقاطع. أنا ما قاطعتك، أنا ما قاطعتك. إياك أن تقاطع أبو علي. شوف، إياك أن تقاطع، لا تقاطع، لا تقاطعني، لا تقاطعني، لا تقاطعني، لا تقاطعني. ما عليه بس حط ماشي لا تقاطع يا أستاذ. الرجل المسيحي مضطرب كثير، سأل تقريبا 100 سؤال. نجاوبك على 2 3 تمام، لأن أسئلتك مو كلها عقلائية، لكن لا بس نجاوبك على 2 3 ونريد نسألك إحنا كمان. أنا ما فوت ال5 دقائق بتهريج، وإنما أفوتها بعلم. قال أين قال الله تبارك وتعالى خلق عيسى من تراب؟ وأنتم ما تقرون القرآن، شو نسويكم؟ تقرون إنجيل؟ لا بأس، يلا. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا واحد. شوف بعد شلون يجاوبك بسرعة على السريع. يقول لماذا الله اصطفى مريم؟ نعم، اصطفاها يعني اشتباها، اختارها لتحمل له نبيا من أنبياء أولي العزم سلام الله عليه. هذا 2 جاوبناك تمام. يقول أين قال الإنجيل إن الله تزوج مريم؟ من ادعى إن في الإنجيل إن الله تزوج مريم؟ أين قال القرآن إن الله تزوج مريم؟ شفت شلون جاوبناك؟ ذني 3 أسئلة جاوبناك عليها. الآن أخي الكريم إحنا نريد نسألك أسئلة حلوة، تمام؟ أسئلة حلوة وعقلائية ومسيحية. الآن أخي الكريم، تمام؟ أخي الكريم، سؤالي الأول سجل يمك: هل يستطيع إله المسيح أن يخلق إنسانا من غير أب ويحيي الأموات ويرد البصر للعميان ويموت ثم يقوم من بعد موته؟ أعيد سؤالي: هل يستطيع إله المسيح أن يخلق إنسانا من غير أب ويحيي الأموات ويرد البصر للعميان ويموت ثم يقوم بعد موته؟ هذا السؤال الأول. الأخوة المسيحيين، شوف ما نريد نقول الكلمة اللي أنت قلت لي لا تقولها. الأخوة المسيحيين يعرفون أن المسيح هو الله. خلينا نشوف علماءكم، هل يعلمون أن المسيح هو الله؟ كيف تتعرفون على المسيح؟ يقول روبرت: المسيح من هو؟ بقلم أشرف عزمي. يقول: إذا أردنا أن نعرف شيئا عن شخص لم نعاصره ولم نعش معه، لا بد أن نرجع إلى من عاشوا معه وعاصروه. أنت كيف عرفت؟ لا لازم نرجع إلى هؤلاء، وكانوا شهود أعيانا على سيرته، ولا بد أن نرجع إلى تلاميذه ومعاصريه وشهود الأعيان الحقيقيين. هذا واحد. الآن إخوان في كتاب حياة يسوع أو حياة يسوع، تمام، لحبيب سعيد بقلم اللي هو بيتريس سميث، يقول لنا ماذا حدث في آنذاك، من هو المسيح في أعين الناس في زمنه. يقول: أما في أعين أهل زمنه فقد كان بالطبع إنسانا فقط. شوف أكبرها لك، أحطها لك: إنسانا فقط، إنسانا نبيلا عطوفا جذابا غريبا في نفسه، إنسانا ليس إلا. عندنا نص ثالث في حياة حقائق، في حقائق اللي هي غوستاف لوبون. هذا كتاب غوستاف لوبون في حياة الحقائق. اسمع ماذا يقول أخي الكريم على إلهك. يقول: وإنما كان يسوعا معتقدا إنه نبي خليفة لمن ظهر قبله من الأنبياء. بعد في نص آخر يقول: ولا شيء يدل على إن الناس عدوا يسوعا إلها في القرن الأول. أنت منين عرفت؟
أنت منين عرفت؟ ولا شيء يدل على أن الناس عدوا يسوعا إلها في القرن الأول من النصرانية، ولم ينتشر الإيمان بالألوهية إلا في أوائل القرن الثاني بين الجماعات النصرانية. يعني جبتوها من كيسكم أخي. القرن الأول أهل زمانا ما كانوا يعترفون به إله، أنتم الذي جئتوا. بدت في أوائل القرن الثاني بين جماعات من النصرانية، جماعات من النصرانية. زين، عندنا هنا بماذا يفكر الإنجيليون في كتاب، يا أخوان الكريم اسمعوا. الأستاذ شت داون، إن شاء الله راح يصير له شت داون اليوم، يقول بماذا يفكر الإنجيليون في أساسيات الإيمان المسيحي. الآن أحسن جاوبني على السؤال. أنا سألتك بس فقط سؤال واحد، جاوبني عليه جزاك الله خير. يلا تفضل شت داون. هذه المداخلة الثانية، بقيت لكم 3 مداخلات بعد المداخلة. طيب فضل. ممكن تفتح الكاميرا. بالنسبة للجهة الثانية استنى، لأن في حد بيغلق لي الكاميرا. نفتح الكاميرا من الجهة الثانية. طيب تفضل جاهز؟ اوقت لك اياها؟ لا خلينا نشوف الكاميرا. كبر لنا الشاشه لو سمحت، وبعدين نكون جاهزين. كبر لنا الشاشه لو سمحت من الجهه الثانيه يا استاذ الفاضل. ماشي بداله يا حيدر. يلا راح ابدا لك الوقت من الحين، تفضل. طيب اولا شفنا انه ما جاوبش على اسئله باي مرجع. الاجوبه اللي قالها ابو علي العراقي من الاسئله اللي انا طرحتها، قال خلقه من تراب. هل عيسى مخلوق من تراب عندك؟ اديني نص واحد يثبت بأن عيسى جابه الله وصنع منه تراب وبعدين نفخ فيه الروح وقال له كن فيكون كما فعل مع آدم. بيقول الشخص الأخ الفاضل، هل المسيح أقام بدون ما يتدخل بمشيئة ثانية؟ نعم، لوقا 7:14 بيقول ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال يسوع المسيح، قال إيه؟ أيها الشاب أنا لك أقول قم، لك أقول قم. شفت الأجوبة إزاي بسيطة؟ بيقول إن ألوهية المسيح لم يكن معترف بها. يا رجل ده عندك تلاميذ سفر أعمال الرسل 7:59 بيقول فكانوا يرجمون اسطفانوس وهو يدعو ويقول مين؟ أيها الرب يسوع اقبل روحي. وطبعا كلمة الرب لو نرجع التأويل في القول في تأويله رب العالمين، والرب هو الملك. ده طبعا كتاب إسلامي تفسير القرآن العظيم. الرب هو الملك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، ولا يطلق اسم الرب إلا على الله عز وجل. بوم. طيب خلينا نشوف بقى، هل قام الرب يسوع المسيح؟ نعم. يوحنا 20:19 ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول أيام الأسبوع كانت الأبواب مغلقة، يعني مش ممكن تنفتح، حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود. جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. بوم. 1 2. خلينا ناخذ ماذا قال تلاميذ الرب يسوع المسيح في يوحنا 21:7. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس، هو مين؟ حضرتك افتح عينيك كده كويس، شيل النظارات، هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس انه مين؟ الرب. حلو. خلينا نشوف بقى يوحنا 21:12. قال لهم يسوع هلموا تغدوا، ولم يجسر احد من التلاميذ ان يساله من انت، اذ كانوا يعلمون انه مين. حضرتك افتح عينيك كويس، انا مش عارف حضرتك انت بتتكلم من وين، ولا المراجع اللي انت بتجيبها، ولا شفنا منك اي مرجع من المراجع زي ما انا بذكرها. طيب خلينا نرجع لاريوس. اريوس هو ملحد، حلو، وهو اقر ان المسيح هو الله في قصيدة الثالثة وفي الجزء 4 بيقول ايه؟ For when given to him the son the inheritance of all things. Hebrew 1:2 the father didn't deprive himself of what he has without beginning in himself, for he is the source of all things. Thus there are 3 subsistent realities, and God, being the cause of all that happens, is absolutely alone without beginning, but the Son, begotten apart from the time by the Father and created and founded before the ages. يعني قبل زمن الأزمنة. جاوبناك على جميع أسئلتك حضرتك اللي انت قلتها. طيب هل ممكن انك تقول لي من جديد لماذا طهر الله مريم؟ ما سبب من تطهيرها؟ هل اللي كانوا قبل طهرهم الله من أجل أن يأتوا بالأنبياء؟ هل أم موسى طهرها الله وذكرها في الإسلام من أجل أن يأتي موسى؟ هل
أم محمد رسول الإسلام التي قال عنها أنها من الكافرين، أمي وأمك في النار، أن أم محمد هي في النار، وقال بأن الذين ماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأم محمد آمنة بنت وهب هي ملعونة بدليل قرآني من القرآن. إزاي مريم طهرها الله واصطفاها؟ قل لي بقى لماذا اصطفى الله مريم وطهرها؟ حبك انك تشرح لي بدون ما ترجع لقواعد اللغه، لان قواعد اللغه العربيه جاءت في زمن الفهريدي الذي وضع ابو احمد الدؤلي الذي وضع قواعد اللغه العربيه، وتقول لي الايه اللي بتقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون مين؟ من دون الله والمسيح. من دون مين حضرتك؟ من دون الله والمسيح. عايزك تقول لي كمان الخلق، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. طبعا بإذن الله هي صيغة بتيجي زي ما بيقول أن الله يرسل الملائكة بإذن الله، هو بيتكلم وبيقول إني أرسل الملائكة بإذن الله. الله يقول ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. حضرتك خالق إيه؟ كل شيء. أجيبها لك أفتحها لك عشان تشوفها كويس. خالق كل شيء. إن ربك هو الخلاق العليم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا انتهى وقتك أستاذي، انتهى وقتك. جاوبنا حضرتك، تفضل. تفضل ابو علي، مداخلتك الثانيه ان شاء الله هذه راح تكون بعدها عندك. يا الله، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ما استطاع الرجل أن يرد على السؤال. سألناك سؤال فريد وحيد، قلنا لك هل يستطيع إلهك أن يخلق إنسانا من غير أب ويحيي الأموات ويرد البصر للعميان ويموت ثم يقوم بعد موته أم لا يستطيع؟ ما سمعنا أخي، ما سمعنا. أنت تستمع، أنت تفهم إيش قاعد أقول؟ ما سمعنا. راح طفر إلى أنه والدي النبي. من قال لك والدي النبي كافرين حبيبي؟ الله تبارك وتعالى شهد بإيمانهم وتقلبهم في الساجدين. من قال لك حبيبي؟ أنت مع مين تتكلم؟ أنا أردك على والدي النبي صلى الله عليه وآله، ثم شني؟ ثم أرجع إلى أكمل مداخلتي إن شاء الله. يلا خذ هاي البوم حبيبي من أخوك أبو علي، تمام؟ من أخوك أبو علي، تمام. نروح إلى اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. توكل على الله. آخ يا رب. يلا أخي الكريم كبرني. كبرني. شوف أخوي، يلا هاي هدية. شوف هاي هدية مني لك. هذا كتاب روح المعاني للعلامة الآلوسي، يتكلم عن والدي النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى وفسر في وتقلبك في الساجدين، وتفسير الساجدين بالأنبياء. رواه جماعة منهم الطبراني والبزار وأبو نعيم عن ابن عباس أيضا، ألا إنه رضي الله تعالى عنه فسر التقلب فيهم بالتقلب في أصلابهم حتى ولدته أمه عليه الصلاة والسلام، وجوز على حمل التقلب في التقلب في الأصلاب. ويراد بالساجدين المؤمنون بعد. واستدل بالآية على أن أبويه صلى الله عليه وآله وسلم كما ذهب إليه كثير من أجلة أهل السنة. شوف حتى لا تقول شوف جاي تجيب لك مصدر سني حتى لا تريد تجيب لي أبي وأباك بالنار قد خالف القرآن الكريم فلا يحتج به عليه. تسمع أخي الكريم؟ أجلة من أهل السنة إنه أخشى الكفر على من يقول ذلك، الذي يقول والدي النبي كافرين فأخشى عليهم من الكفر. هاي بوم، شفيت بوم. قلت هل النبي وآبائه لك أنه تقلبهم بالساجدين؟ لماذا الله طهر مريم سلام الله عليها حتى يخرج منها نبيا يكون من أولي العزم، تمام؟ الله تبارك وتعالى طهر النبي، نعم طهر رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهو شني؟ وهو سيد أهل البيت. هذا إخواني الكريم. شوف أجبناك على أسئلتك هنا أخي الكريم، جاوبناك، سألناك سؤال هل يستطيع ربك أن يخلق إنسانا من غير أب ويحيي الأموات ويرد البصر للعميان ويموت ثم يقوم بعد موته أم لا؟ رد نسمع إجابة جزاك الله خير الجزاء المحسنين. شوف أخي الكريم، الأستاذ الفاضل الأخ المسيحي يقول إن المسيح الله
المسيح الله، وأخوتي المسيح الذين ربوا معه لا يعلمون. أين نجد هذا الكلام؟ هل هذا قولي؟ لا، هذا قول أهل المسيحيين. يقول بماذا يفكر الإنجيليون في أساسيات الإيمان المسيحي لابن جردوم. اسمع ماذا يقول. يقول إن أخوته أيضا، شوف إن أخوته أيضا لم يكونوا يؤمنون به. أكان يسوعا بشرا؟ لقد كان بشرا بالتمام، إلى درجة إن أولئك الذين عاشوا معه وعملوا على مدى 30 سنة 30 سنة عايشين وياه، تمام، 30 سنة. بل أيضا أخوته الذين نشأوا معه في بيت واحد لم يدركوا إنه كان أكثر من مجرد كائن بشري آخر صالح جدا، فالظاهر إنه لم تكن لهم أدنى فكرة على كونه إله. أنت شلون عرفت؟ أنت شلون عرفت حبيبي؟ ذولا عايشين وياه 30 سنة، أنت شلون عرفت حبيبي؟ نريد نعرف شلون عرفت، تمام؟ 30 سنة عايشين معه. اسمعوا يا أخوان ماذا جاء في الكنز الجليل في تفسير الإنجيل للدكتور ويليام إيدي. دكتور ويليام إيدي يقول أنت ما تخرج لي مصادر حبيبي، قاعد أخرج لك مصادر، أنا قاعد أخرج لك مصادر حبيبي. يقول المسيح نبي عظيم، نبي عظيم. سؤالي هل ربك يعلم علم الساعة؟ دنيس هذا السؤال الثاني، هذا السؤال الثاني. جزاك الله خير. يلا تفضل. طيب استنى لحظة واحدة، نسجل الأسئلة اللي طرحها الأستاذ. طبعا هو ما جاوبش، طيب إبدال الوقت. هو طبعا ما جاوبش على الأسئلة. قلنا له بأن هل عيسى مخلوق من طين؟ ما جاوبش على السؤال. يا ريت تجاوب على هذا السؤال في المداخلة الجاية. قلنا لك لماذا طهرها؟ قلت لي عشان يجي منها أولو العزم من الرسل. طيب يا أستاذ خد لك بقى قنبلة، بأن أولو العزم من الرسل يقول بأنه صلب على خشبة. فأنت كده بتؤكد بأن المسيح الذي هو من أولي العزم صلب وقام. أنت أكدته بالوقت، أنا ما قلتش أي كلام. أنت بالوقت بتأكد بأن أولو العزم من الرسل هو منهم المسيح وصلب على خشبة. طيب ويليام إيدي اللي أنت جايبه أهو، ده واحد ملحد ما بناخدش به نهائيا. أهو ويليام إيدي من المعاصرين الذين كانوا معاصرين، يبقى كلامه ارميه في الزبالة، ملناش دعوة به. تكلمت تاني على واحد تاني كمان من المعاصرين اللي هو الكتاب بتاعه ممكن ترميه في الزبالة، أنا أقول لك ما عنديش أي مشكلة لأن كتابه لا نأخذ به نهائيا. تكلمت عن ويليام إيدي، وتكلمت كمان على واحد تاني ويدي جيردوم. ضحكتني لما قلت ويدي جيردوم. ويدي جيردوم هو عبارة عن ملحد مستشرق مالوش دعوة بالكتاب المقدس نهائيا. وعلى فكرة هو ما نفاش ألوهية المسيح، هو قال بأن الناس كانوا يقولون عليه بأنه إنسان لأنه ظهر في الطبيعة الإنسانية البشرية، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادنا لله، لكنه أخلى نفسه صائرا في شبه الناس. الكتاب المقدس بيقول الكلام ده، واحنا كمسيحيين نعترف بأن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، ونعترف بأن المسيح هو إله ظهر من خلال جسد. طيب جاوبنا بقى، قول لنا السؤال اللي مش هسيبك انك تروح وتهرب منه. كيف ظهر الله لموسى؟ وكيف كلم الله إبراهيم؟ وكيف كان يكلم عيسى؟ هل كان في واسطة جبريل ولا ما كانش فيه جبريل؟ يا ريت تجاوبني على هذا السؤال، لأن بشوفك إنك تتهرب من هذا السؤال من الصبح. وكمان تقول لي لما نودي من شاطئ الوادي الأيمن أن يا موسى إني أنا الله، مين اللي ناداه؟ وتجيب لي نص واحد في القرآن يقول الله لمحمد يا محمد إني أنا الله فاعبدني. نص واحد. بصوا التحدي، نص واحد لجميع أمة محمد رسول الإسلام، تجيب لي نص قطعي الدلالة مكتوب فيه يا محمد أو يا نبي الله إني أنا الله فاعبدني، زي ما قالها لموسى، قال له يا موسى إني أنا الله فاعبدني. حلو؟ سجل عندك الأسئلة اللي هي اتسجلت. قلنا بأن الإنسان خلق من ماء دافق أو خلق من طين.
هات لي دليل نصي واحد يثبت بأن المسيح عيسى أخذه الله وخلقه من طين. إذا قلت بأنه خلقه من طين يبقى عندنا خلقين، عندنا خلق آدم من طين وعندنا خلق العيسى من طين. هل المسيح عيسى مخلوق من طين في عقيدتك الإسلامية؟ هل عيسى المسيح مخلوق من طين في عقيدتك الإسلامية؟ قلنا لك بأن المسيح خلق، أعيدها من جديد، بأن المسيح خلق عندك في القرآن، وأن القرآن بيقول ذلكم ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. حضرتك كل شيء تجيب لي بقى بأن يسوع المسيح أو عيسى اللي عندك في القرآن يا إما هو الله أو أنه شريك لله في الخلق، يا إما هو الله يا إما حيكون شريك لله في الخلق. طيب شنو ذكرت كمان؟ ما ذكرتش غير هذه الأشياء اللي انت ذكرتها، ما جاوبتنيش على النص بدون الرجوع إلى قواعد النحو اللي هو النص اللي بيقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح. هربت من النص ده واحد. اثنين، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ده سورة البقرة 210. اشرح لنا النص ده قدام الناس، عايزين نعرفه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. حلو. هل المسيح خلق؟ جبنا لك بأن المسيح شفى وخلق أعين الأعمى، وكمان لما قال النص قم فقام. ده جاوبناك عليه، مش هعيد الإجابة من جديد، ارجع للإجابات اللي أنا قلتها من شوية. طيب هكفي لحد هنا عشان أنا عارف إن راسك هيوجعك بعدين في المداخلات الجاية، بس هنوقف لحد هنا. هضيف عليك نقطة بسيطة جدا جدا: من هو رب السبت؟ انتهى. تفضل ابو علي، خلص وقتك. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. والله عيب، صار لك ربع ساعة تحكي أو أكثر من 3 مداخلات ما جاوبت على سؤال واحد سألتك إياه. سألناك يا أخي الكريم من بداية الأمر: هل يستطيع رب المسيح إله المسيح أن يخلق إنسانا من غير أب ويحيي الأموات ويرد البصر للعميان ويموت ثم يقوم؟ وين الجواب؟ ماكو جواب. سألناك: هل ربك يعلم علم الساعة؟ وين الجواب؟ ماكو جواب. اعطيناك مصادر تقول هذا كبه بالزباله، وهذا ارميه بالقندره، وهذا حمار ما يفتهم، وبس انت اللي تفتهم. الان ما دام انت تفتهم راح انت تجاوبنا على هذا النص حتى نشوفك تفتهم ان شاء الله، وانا اجيب على الاسئله. انا قاعد اجيب على اسئلتك. يقول في اخوان في انجيل مرقس 10 يقول: وفيما هو خارج الى الطريق ركض واحد وجثى له سأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحدا صالحا إلا واحدا وهو الله. الله أكبر. كبروا. زين، هذا فهمي للناس؟ لا، مو فهمي للناس. هاي بوم. يسوع الذي من الناصرة بقلم مرقس الإنجيلي. يا أخوان، هذا مرقس الإنجيلي يتكلم عن هذا النص. يقول: ولا يبدو يسوعا في إنجيل مرقس يعمل وكأنه إله ويخيل إلينا إنه هو ذاته، يعترف بذلك حين طلب إليه رجل غني: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ وما هو يجيبه: لم تدعونني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. شوف مرقس 10 17 و 18. ففي خاتمة هذا الجواب نلقي صدى للصيغة التي كان اليهود يعلنون بها إن أيمانهم التوحيدي، فلله واحد. ويسوع يحسب بحسب مرقس لا يعني إن الله وهذا ما بينه لنا إنجيله كله. لا يعني إنه الله. يسوع لا يعني إنه الله، وهذا ما بينه لنا إنجيله كله. يعني كل إنجيل مرقس لا يبين لنا إن يسوع
إله، لا يبين لنا إن يسوع إله. نعيد السؤال عليك، هل ربك يعلم علم الساعة؟ وأنا أجيب على يقول أين القرآن الذي قال إن محمد الله؟ من قال لك إن محمد الله؟ نحن لا نعتقد بإلوهية محمد، لا نعتقد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. لكن هل قال الله إني أنا الله فاعبدون؟ نعم، قال الله تبارك وتعالى، شوف، مو محمد، إني أنا الله، لا إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني. الله الذي قلت في خلق المسيح. شوف نجاوبك أبو علي، جاوبك قلت في خلق المسيح. نعم، قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فتبارك الله أحسن الخالقين. فأخي الكريم، نحن نقول الله يستطيع أن يجعل غيره يخلق بإذنه، لكن الخالق الذي يخلق غيره يكون خالقا بغيره، يعني لا يكون خالقا من ذاته، لأن الله تبارك وتعالى يكون خالقا وغير مخلوق. لكن عيسى سلام الله عليه عندما يخلق فيبقى مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه وما خلق من عدم. قال أخلق لكم من الطين، من الطين، من الطين، من الطين. الله أكبر. والذي خلق الطين هو الله، الذي خلق الطين هو الله تبارك وتعالى. كل ما أقدم لك نص تقول لي ده مين؟ اضربه بالجزمة، ده مين؟ أخوة المسيح الذين كبروا معه وتربوا معه لا يعلمون، وشداون يعلم، وشداون يعلم. الله تبارك وتعالى، اسمع، الله تبارك وتعالى قال في كتابه إن ممكن غيره أن يخلق، لأنه هو أحسن الخالقين. يقول إذا كان عيسى من أولي العزم لماذا صلب؟ من قال لك إن أولي العزم إن عيسى صلب؟ ونحن نقول ما قتلوه وما صلبوه، شبه لهم، ولكن شبه لهم. نحن لا نقول بصلب المسيح. أخي الكريم، هو ياخذ مداخلة وأنا أختم. هاي آخر مداخلة له وأنا أختم. هذه آخر مداخلة حقه، بعدها يختم بالي إن شاء الله. لو سمحت الأول قبل ما تكمل يا حيدر، لو سمحت شدوا تكبيس يا جماعة، واللي مش متابعني تابعني، لو سمحتوا اللي مش متابعني تابعني، مسلمين ومسيحيين. ماشي، تفضل. أنا كنت هكبرك يا حيدر، كل مرة بكبرك يا حيدر. تكبر مؤقت دكتور أنت. معلش، العتب على الناظر، مش عم بشوف. ما عليه. يلا استاذ شت داون، راح ابدل لك الوقت الحين. تفضل واحد. يلا ابدا. يلا. طيب، شكرا. بالنسبه للقضيه الاولى احنا جاوبناها من قبل. مش عايز يسمع. التلاميذ امنوا بانه هو الرب. قال لهم يسوع في يوحنا 21:12 هلموا تغدوا، ولم يجسر احد من التلاميذ ان يساله من انت اذ كانوا يعلمون انه الرب. خلاص، انتهت شبهتك، خلاص انتهت. بنص آخر في أعمال الرسل 1:21 فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا مين؟ الرب يسوع وخرج. إذا الرب لا تنطق إلا على الله الملك المتصرف بتفسير علمائك. انتهت هذه النقطة. ممكن تعيدها من هنا لبكرة، خلاص جاوبناك عليها 90,000 مرة، ممكن إنك تجاوبها. وأعمال 7:59 لما كانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روحي. من الذي يقبل الأرواح؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، خلينا نرجع للحته بتاعت قال لك باذن الله. طيب، لما الله خلق ادم وحواء خلقهم من تراب، ما خلقهمش من عدم يا استاذ الفاضل. ولا ما اخذتهاش في الكلاس؟ معلش، مش مشكله. ناخذ صوره اللي هي النساء 64، بيقول ايه الله فيها؟ بيقول لك باذن الله. وما ارسلنا، المتكلم هو الله، بيقول ايه؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. فهل الهك يحتاج الى اذن لكي يرسل الرسل؟ هل إلهك يحتاج إلى إذن لكي يرسل الرسل؟ دي صيغة مستعملة في القرآن فقط، إنها صيغة الكتابة بتاعت القرآن، لأن الله هو المتكلم. بيقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هل الله يحتاج إلى إذن؟ لا. إذن أن المسيح يخلق بإذن الله معناه بإذن نفسه، عائدة على نفسه. بوم، خد لك دي كمان. خلينا نروح للرجل الصالح وناخذ تفسير، أي تفسير بمقياس الصلاح الإلهي، لأنك رأيت أعمالي ومعجزاتي. فده كان سؤال استنكاري، من الرب يسوع المسيح الذي أراد أن يدخله في التجربة. فقول السيد المسيح للشاب لماذا تدعوني صالحا، دي تفسرنا، وده نص كتاب مقدس يا أستاذ، لا ينفي عنه صفة الصلاح والألوهية. أعمل لك إيه؟
اعمل لك ايه؟ نفس الكلام اللي انت بتقرا منه، لا ينفي عنه صفه الصلاح والالوهيه، وفي نفس النص هناك علامه استفهام، اي انه يساله هل انت فهمت اني انا هو الله الظاهر في الجسد؟ فلماذا تدعوني صالحا؟ هل فعلا انت امنت اني انا هو الله الظاهر في الجسد؟ فده سؤال. مش المسيح بيقول له لا تدعوني صالحا، بيساله بيقول له لماذا تدعوني صالحا؟ هل فعلا امنت اني انا هو الله الظاهر في الجسد؟ لكنه قصد أن يقول له بأي مقياس لماذا أنت تدعوني صالحا؟ هل بمقياس الصلاح البشري كما تدعون بعضكم البعض وتقبلون معلميكم، أم بمقياس الصلاح الإلهي؟ لأنك رأيت أعمالي ومعجزاتي التي لا يستطيع البشر فعلها. انتهيت انت خلاص، انت كلامك كله انتهى. طيب علم الساعة بيقول بالنسبة لعلم الساعة، طبعا علم الساعة الرب يسوع المسيح لما تكلم في إنجيل مرقس تكلم وأخبر، وفيما هو خارج من الهيكل قال له أحد من تلاميذه يا معلم انظر متى هذه الحجارة وهذه الأبنية؟ فأجاب يسوع وقال له أتنظر هذه الأبنية والعظيم لا يترك حجر على حجر حتى لا ينقض؟ وبعدين قل لنا متى يكون هذا، أي بمعنى متى تأتي الساعة؟ هل الرب يسوع المسيح قال لهم لا أعلم؟ لا. فأجاب يسوع وابتدأ يقول انظروا لا يضلكم أحد فإن كثيرون سيأتون باسم قائلين فإن سمعتم بأخبار وأخبار الحروب، وبدأ يشرح الساعة للأخير. هتيجي تقول لي لأنه في الأخير قال ولا الابن يعلم الساعة. كلمة العلم اللي جات في النص بتاع علم الساعة هي في النص اليوناني، أي لا يمكن أن يخبر، ودي موجودة في قاموس سترونج بالجي 1492 ايضو، بمعنى عدم المعرفة. ونفس النص لما تكلم في إنجيل متى مع الكتبة والفريسيين لما سألهم معمودية يوحنا من أين، هل من الله أم من الناس؟ خلينا أجيب لك النص عشان تكون واضحة. قال لهم إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا؟ وبعدين قالوا له لا نعلم. خلينا نجيب النص بتاعنا نعلم بسرعة. وإن قلنا من الناس إلى آخره، وبعدين راحوا عنده في العدد 28 وقالوا فأجاب يسوع وقالوا له لا نعلم جاءت في النص الإنجليزي بمعنى we cannot tell، أي بأن المسيح لا يمكنه أن يخبر عن موعد الساعة. ليه؟ لأن قال لهم لا يمكنكم أن تعلموا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه، والنص بيقول هنا we cannot أي بمعنى لا يمكن أن يخبروا. فالرب يسوع المسيح لما بيقول مثلا فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم يا فاعلي الإثم في متى 7:23، هل الرب يسوع المسيح ما بيعرفش الناس؟ لا بيعرفهم، بس بيقول لهم فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، أي بمعنى لم تأخذوا بخبري ولم تقوموا بما